أهلا بيكم. كلنا بنشوفه كل يوم، لكن ممكن مش كلنا نعرف إيه حكايته بالظبط. القفل الصغير ده اللي بيظهر في المتصفح ده مش مجرد أيقونة شكلها حلو، ده يعتبر حارس الأمن الرقمي بتاعنا. النهاردة هنفك شفرة القفل ده ونفهم سوا إزاي بيحمينا وإحنا أونلاين. يعني عمرنا فكرنا إيه معنى القفل الصغير ده فعلا؟ وهو مش ديكور خالص، ده الدرع اللي بيحمي كل حاجة بنعملها على الإنترنت، من أول الباسوردات بتاعتنا لحد تفاصيل الكروت البنكية. ورا الأيقونة البسيطة دي في عالم كامل من التكنولوجيا المعقدة. وعلشان نفهم أهمية القفل ده لازم نرجع بالزمن لورا شوية ونشوف مشكلة الإنترنت زمان، مشكلة بنحب نسميها مشكلة الكارت البوستال. في بدايات الإنترنت كان كل حاجة بتتبعت كده على المكشوف. البروتوكول الأساسي اللي هو HTTP كان بينقل كل البيانات كنص عادي جدا، أي حد في النص يقدر يشوفه ويقراه. الموضوع كله كان قايم على الثقة وما كانش فيه أي اعتبار للخصوصية تقريباً. وهنا بقى التشبيه العبقري اللي بيوضح كل حاجة. تخيلوا معايا كده، ال HTTP ده عامل بالظبط زي ما نكون بنبعت كارت بوستال. أي حد في السكة من ساعي البريد لأي شخص تاني يقدر يبص عليه ويقرأ كل اللي مكتوب فيه، مكشوف تماماً. أما بقى ال HTTPS لا، ده قصة تانية. ده عامل زي جواب مهم محطوط في ظرف ومختوم بالشمع الأحمر كمان، محدش يقدر يفتحه أو يعرف إيه اللي جواه غير الشخص اللي مبعوت له وبس. ومن هنا ظهر الحل HTTPS. تخيلوا معايا إنه مش مجرد ساعي بريد عادي، لأ، ده ساعي بريد بعربية مصفحة بينقل الرسائل بتاعتنا في أمان تام. طيب إزاي بقى بيعمل كده بالظبط؟ ال HTTPS هو نفس ال HTTP القديم بس متضاف عليه طبقة حماية قوية جدا. الطبقة دي اسمها TLS أو زمان كان اسمها SSL. يعني ببساطة هو HTTP لابس درع واقي. ال HTTPS عنده وظيفتين أساسيتين ومهمين جدا. أولاً التشفير، وده بيحول بياناتنا لشفرة ملخبطة محدش يفهمها غير المرسل والمستقبل. وثانياً التحقق من الهوية، يعني بيتأكد إن الموقع اللي بنتكلم معاه هو فعلاً الموقع الأصلي، مش موقع مزور معمول عشان يسرق بياناتنا. طيب إزاي بيحصل الاتفاق على الشفرة دي؟ العملية دي ليها اسم كده، مصافحة TLS، وممكن نتخيلها زي مصافحة سرية بتحصل في أجزاء من الثانية بين المتصفح والموقع. قبل ما أي معلومة تتبعت، أي معلومة، المتصفح والسيرفر بيعملوا المصافحة دي. تخيلوهم كده كأنهم بيتهمسوا في الأول عشان يتفقوا على كلمة سر محدش غيرهم يعرفها، وبعدها يبتدوا كلام. العملية دي بقى بتحصل في 4 خطوات سريعة جداً، خلينا نمشي معاها واحدة واحدة. أولاً المتصفح هو اللي بيبدأ بيقول أهلاً للسيرفر وبيقدم له لستة بطرق التشفير اللي بيعرفها. ثانياً السيرفر يرد ويختار أحسن طريقة تشفير مشتركة بينهم، وبعدين يطلع بطاقته الشخصية اللي هي شهادة الأمان بتاعته. ثالثاً المتصفح ياخد البطاقة دي ويتأكد إنها سليمة ومش مضروبة من جهة موثوقة. أول ما يتأكد بيخترع مفتاح سري مؤقت للمحادثة دي بس، ويقفله بقفل خاص محدش معاه مفتاحه غير السيرفر ويبعته له. رابعاً وأخيراً السيرفر بيستخدم مفتاحه السري عشان يفتح القفل وياخد المفتاح الجديد، وكده خلاص بقى الاتنين معاهم نفس كلمة السر المؤقتة، وكل الكلام اللي جاي بينهم هيكون متشفر بيها. شهادة SSL TLS دي زي ما قلنا هي بطاقة الهوية الرقمية الرسمية للموقع اللي بيصدرها جهة تالتة موثوقة اسمها هيئة إصدار الشهادات أو CA. دورها ببساطة إنها تضمن إن صاحب الموقع ده هو فعلاً الشخص اللي بيقول إنه هو. وهنا بنشوف عبقرية النظام ده. ليه بيستخدم نوعين من التشفير؟ النوع الأول اللي هو غير المتماثل ده آمن جدا جدا، بس مشكلته إنه بطيء وبياخد مجهود كبير من الجهاز. عشان كده بنستخدمه مرة واحدة بس في الأول عشان نتبادل مفتاح سري صغير بأمان. وبمجرد ما المفتاح ده بيوصل للطرفين بنحول على النوع التاني اللي هو المتماثل، وده بقى سريع جدا ومثالي للمحادثات الطويلة. كده بنبقى جمعنا بين قوة الأول وسرعة التاني. طيب ليه دلوقتي تقريباً كل المواقع على الإنترنت بقت بتستخدم HTTPS؟ حتى المدونات والمواقع الأخبارية اللي مش بتتعامل مع بيانات حساسة. خلينا نشوف إيه الأسباب اللي خلت ده هو الوضع الطبيعي الجديد. التحول ده حصل لكذا سبب مهم. أول حاجة ثقة المستخدم، كلنا بقينا بندور على علامة القفل دي عشان نطمن للموقع.
تاني حاجة جوجل، محرك البحث بقى بيدي أولوية للمواقع الآمنة في نتائج البحث. ثالث حاجة المتصفحات نفسها بقت بتفضح المواقع اللي مش آمنة وتكتب جنبها تحذير واضح not secure. نضيف على كل ده إن الحصول على شهادة أمان بقى سهل ومجاني بفضل خدمات زي Let's Encrypt. والسبب الأخير ليه علاقة بالسرعة. HTTPS بيسمح باستخدام بروتوكولات أحدث بتخلي التصفح أسرع. والرسم البياني ده بيلخص الحكاية كلها. سنة 2018 حوالي تلت المواقع بس كانت بتستخدم HTTPS. النهاردة النسبة دي نطت وعدت 90%. ده تحول رهيب حصل في وقت قليل جدا، وبيورينا قد إيه الإنترنت كله اتحرك ناحية الأمان. بس طبعاً الحكاية مش بتخلص هنا. عالم أمان الويب ده فيه تطور مستمر، ودايماً فيه تحسينات وتحديثات جديدة بتحصل. الإصدار الأحدث من بروتوكول الأمان TLS 1.3 عمل حاجتين مهمين قوي. أولاً، خلى المصافحة السرية دي أسرع بكتير وقلل عدد الخطوات للنص. ثانياً وده الأهم، لغى كل طرق التشفير القديمة اللي ممكن يكون فيها ثغرات، وبقى بيستخدم بس أقوى وأحدث الطرق الموجودة. يعني من الآخر أسرع وأكثر أمانة. وهنا نوصل لنقطة مهمة جداً لازم دايماً نفتكرها. ال HTTPS بيضمن إن نقل البيانات بيننا وبين الموقع آمن ومحدش في النص يقدر يتجسس عليه، لكنه مش بيضمن أبداً الموقع نفسه هيعمل إيه بالبيانات دي بعد ما توصله. الأمان في النقل ده شيء، وأمانة الموقع نفسه ده شيء تاني خالص. وفي النهاية السؤال اللي لازم كلنا نسأله لنفسنا هو ده: القفل بيضمن إن الخط بيننا وبين الموقع آمن، لكن هل بيضمن إن الشخص اللي على الطرف التاني من الخط ده أمين؟ القفل بيحمي من المتطفلين اللي في الطريق، لكنه مش بيحمي من صاحب البيت نفسه. خلينا دايماً حذرين.